السلام عليكم. معلومة مدهشة يا جماعة الخير، وفي نفس الوقت رائعة جدا عن فضل صيام الست من شوال. أكثر الناس ترى ما بيعرف هذه المعلومة. أكثر الناس يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. أكثر الناس يفهم أن من فعل ذلك أخذ أجر صيام الدهر تطوعا، نافلة، كأنه صام الدهر تطوعا أو نافلة. المعلومة المفاجئة الراجح أن هذه المعلومة غير صحيحة. طيب شو صحيح؟ الصحيح كما ذكر جاء في كتاب تحفة المحتاج من كتب الشافعية وكشاف القناع من كتب الحنابلة وفي غيرها. الصحيح أن من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر فريضة، يعني كأنه صام الدهر بأجر الفريضة مش بأجر النافلة، وأجر الفريضة أكبر. يعني أنا صمت رمضان وبعد صمت ست من شوال، هاي السنة كأني صمتها بأجر صوم رمضان. إشي مدهش ومذهل. إذا كنت لساتك يعني مكسل رغم هذه المعلومة المدهشة، متردد في صيام ست من شوال، أنصحك بهذه النصيحة. بإذنه تعالى بمجرد أن تصوم اليوم الأول من شوال تأتيك دفعة إيمانية معنوية قوية تدفعك إن شاء الله إلى صيام بقية الست من شوال. فقط استعن بالله وابدأ وصم اليوم الأول وأبشر يا طيب.